تحياتي أيها الجزائريين، نتمنى على أنكم تفاعلوا مع هذا الفيديو على وسع نطاق بالإعجابات وبمشاركة الفيديو وكذلك بالاشتراك في القناة اللي راه جديد معنا. مسيرة الإضراب مستمرة لحد الآن وفي تزايد اللي تخص يعني سائقي الشاحنات وكذلك الحافلات في الجزائر. السلطات كانت قبل يعني في رسالة واضحة لهؤلاء الناس على أن هذا النوع من الإضرابات غير مشروع بكل اختصار. لماذا؟ لأن ما يتعلق الأمر بقانون المرور هو راه مازال عبارة عن مشروع ليس بالقانون، يعني ماهوش في صفته النهائية إذا صح القول. ربما سوف يعرض على مجلس الأمة، مجلس الأمة ربما لا يعدل فيه لكن يلغي بعض المواد فيه، أكيد هذه بدون أي نقاش. السلطات وضحت للمضربين على أن الإضراب لازم يكون بطرقه الشرعية وما يخلوش ناس خارج البلاد أنهم يستغلوا هذه الأوضاع ويحاولوا يعطوها تفسيراتهم الخاصة ويحاولوا كذلك يصطادوا في المياه العاكرة ولربما يدوا الإضراب إلى منحنى آخر ما نتمناوهش للبلاد. وكما على بالكم عندنا حساسية فيما يخص كيف تتعامل مواقع التواصل الاجتماعي مع الأحداث مثل الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، المسيرات وإلى آخره. والعجيب أن مواقع التواصل الاجتماعي لما يكون هنالك إضراب حتى وكان يكون يعني 10 أشخاص أو 20 شخص يعني في مكان ما، الفيديو هذا ينتشر انتشار رهيب. يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتحكم فيها الكيان الصهيوني طبعا والولايات المتحدة الأمريكية يخدم أجندات معادية للعديد من الدول من بينها الجزائر طبعا، من أجل أنهم يشعلوا نار الفتنة، يديروا الفوضى في البلاد وإلى آخره. المتظاهرين في فيديو يوم أمس نشوف واحد الفيديو على أن إنسان مولا طاكسي رافد ناس مواطنين لربما فيهم اللي حاب يصفي الدم، اللي فيهم اللي عنده أمر ضروري، اللي خدام، اللي حاب يجيب اللقمة لولاده وإلى آخره، يقطعوا عليه الطريق ويقولوا له يا رخيص ولي وإلى آخره. هو ما عنده الشاحنة، ثم مجموعة من الناس شوافرة تلحقتوا ودرتوا إضراب. لكم الحق وما عندكمش الحق في نفس الوقت، وراح نهضروا بالتفاصيل. أنا لاحظت بعد مرور أيام على أن جل الناس المضربين ماهوش عارفوا كاع علاش راه مضرب. لما تحدث على قانون المرور راه فيه أكثر من 200 مادة، يعني فيه العديد من المواد اللي في الحقيقة فيها إفادة كبيرة للمواطن ولا للسائق ولا للمصلحة العامة بصفة عامة. المتظاهرين هادو أو المضربين عفوا، المطالب نتاعهم غير مفهومة نهائيا. واحد يقول لك نخلص 6 ملايين والبروسيات غالي، ومعظمهم يتحدث يقول لك أنا نكون نشوط ويجي داخل فيا كان شبز بموطو سكران ونروح للحبس. هذا كان عبارة على كلامه، بالرغم أن وزير النقل وضح وقال أنا ما عنديش معاكم مشكل، يستحيل أنها تكون قوانين غير هكا حابة، يعني غير هكا ما يبغوكش إذا صح القول. احنا اتجهنا في هذا الطريق اللي فيها نوع من الصرامة للناس المتهورين. وطبعا نشوف واحد التقرير يندار في قناة تلفزيونية جزائرية يروح مباشرة مع الشرطة الجزائرية في الطريق السيار مباشرة، يعني تخيل مباشرة بدون مونتاج ولا يهزنون، الناس تلعب في الطريق. والله يا إخوتي الكرام يلعب هكا، يلعب الحديد وكذاك يحبسوا فيهم يعطوهم في البروسيات والى اخره. انا قعدت نقول درك هادشي ماهوش مرتب له، كيفاش الامور تجي صدفه؟ لان هادشي عباره على حوادث نعيشوها يوميا. بالنسبه للناس اللي يكونوا ضحايا، كاين العديد من الناس كذلك ماتوا يا اخي السائق، يا اخي السائق ولا يا اخي صاحب الشاحنه ولا صاحب الحافله. ما لازم تشوف في ذاتك فقط، كاين العديد من الناس اللي كانوا ضحايا وكذلك تتموا اولادهم، وكذلك هم كذلك نتاع خبز، عقلية الخبز كذلك هم نتاع خبز بالمناسبة كما تقول الخبز، ويتحدثوا لك كما لو أنه هو يصرف عليك، يحكي لك قصة حياته أنه يمشي وسيمانة. أوكي، أين هو المشكلة؟ أنت لك وظيفة والآخر له واحد في الحدود، وواحد يطيب وواحد كوافير وواحد كذا، كل واحد ما يخدم على واحد، كلنا ساهموا في الاقتصاد الجزائري. اليوم
اللي الاقتصاد الجزائري يتكبد خسارة بالمناسبة لما نوصلوا على أننا نمنعوا ناس لا يريدون التظاهر. فيهم ناس من دعا كل الولايات يقول لهم خرجوا في فيديوهات وسجلوا باش نوصل الصورة، لكن السلطات الجزائرية تعاملت معهم طبعا وتم اعتقالهم وفقا للأخبار الموجودة في الانترنت، لأن الكلام فيه تحريض، كلام تاعهم فيه شحن للشعب حتى اللي ماهوش حاب يتظاهر. نخرجوا في كل الولايات، يعني يحبوا يسخنوا الأمور إذا صح القول. فالإنسان حتى لما يكون منضرب أو يدير إضراب مضرب لازم يكون يعرف واش راه يهدر. كاين البعض منهم حتى بعض الناس شفتهم في بلاطوهات، وبعضهم كذلك منهم برلمانيين، لأن البرلماني لازم يكون شعبوي. البرلماني غير خطي له 40 مليون هذيك، ما تحكيلاش غير على 40 مليون هذيك، هو يهضر لك بلسان الشعب عادي وفقا للأحداث اللي كاينة. كاين منهم كذلك أحزاب حمس على سبيل المثال يبغوا يصطادوا يتحدثوا ويقول لك أن ما نقدروش نتبعوا سياسة الردع، وحنا عندنا قطع الغيار غير أصلية، عندنا الحفاري، عندنا الإنارة. يا صديقي الكريم، لو كان أنا لا أنكر على أن الحفرة والإنارة وقطع الغيار ما تكون السبب في الحوادث، نعم هي سبب في الحوادث، لكن نسبة الحوادث اللي صارية في الجزائر راح حاب يلعب حقار سكران متهور، يعني نسبة قليلة المتعلقة بهذا الأمر، والدليل على أن كل الدول طرقاتها محفرة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية. لولي أمس نشوف في فيديو في كاليفورنيا، والله العلي العظيم تقول راك في بلا ما نقول كانش بلاصة باش ما يقولكش يعني راه حفاري، حفرة قد عنابة بعيدا عن الطرق ذوك الكبار. هادي الحفر موجودين في كل بلاصة، ما كانش حتى وإن كانت قطر ولا الإمارات ولا غير تخرج من وين كاين هذيك البنية التحتية اللي تشوفها أنت بالزاج وإلى آخره، دور من هي راح تشوف العجب، عجب العجاب. الشيء الثاني، علاش ما لازمش نقولوا أن سياسة الردع؟ لأن كاين واحد الناس برلمانيين تحدثوا قال لك لازم لينا نوعوهم قبل ما نديروا سياسة الردع ولا نروحوا في سياسة الردع. من اللي دينا الاستقلال حملة ذات منفعة عامة في الطريق بلاي قد عنابة، عائلتك تنتظر فيك والتأني سلامة وإلى آخره. المواطن ما يحبش ومتى كانت أصلا التوعية تجيب نتائج إذا كان المستقبل غير جاهز. احنا عندنا لينار، أنا مشيت في الطريق السيار وشت، أقسم بالله في ألجي مع صديق راك تمشي فيه والله كلاكسونات وخرج درع مشى كل يوم. أنا هنا السوق في 300 مليون عبد، مطيات الوطن كلاكسون واحد ما كانش. حنا نيرفو، حنا مقلقين، حنا يبغي يوصل هو الأول، يبغي يسبقهم كاع، يبغي ذاك الإيجو، هذيك الأنانية لاحقتهم حتى في السوق. فالناس اللي يعتقدوا على أن التوعية، يعني أنت المواطن الجزائري لازم كل يوم بتوعيه تقول له التوعية تكون البزوز في الجزائر، بالك كاش ما نصنعوا أجيال في المستقبل نتغير فيها أسلوب الفهم إذا صح القول. ناس توعيه تحكي له تقول أودي صوب بشوية ولا تتعدى، إحنا بالزلاط وما سلكناش. والشيء الثاني، طبيعة البشر ما يبغيش يكون مقيد، لا يحب القانون. كل البشر ما يحبوش القانون، ما يرضيهمش القانون، يبغوا يعيشوا بديك الغريزة الطبيعية هذيك، يبغي يعيش هكا. لكن صديقي ما نقدروش، لأن إذا كنت أنت ناس ملاح بلا ما نراقبوك بكاميرات المراقبة، بلا ما نديروا لك قوانين صارمة، بلا ما نضربوك في الجيب ولا نضربوك في الحبس وإلى آخره، فراه كاينين الناس ولاد الحرام يا صديقي. الشيء الثاني، ما تخافش، إنسان متهور دخل فيك ولا مش عارف واحد سكران، قال سيد الوزير القانون راح يراعي لهذه الحيثيات. احنا ما جبناش واحد خطفناه من الزنقه وقلنا له دير لنا قانون، لا، راه كاين واحد الاطار تسلسلي باش قدرنا نوصلوا لهذيك القوانين، لاننا لحقنا واحد النسبه كبيره في وقت وجيز من الحوادث للاسف متسبوا فيها ناس متهورين جدا،
وهذو لازم تعاملهم بسياسه الردع، لان قبل ما كانش عندنا الردع الحوادث موجوده. كيفاش دير؟ باغي تعيش في بلاد ما فيهاش قانون؟ واحد يتحدث يقول لهم هذا القانون يختلف حتى مع واش قال ربي. قال ربي حتى اذا درت اكسيدون ومات السيد والفديه، وهضر يتكلم على وتوكل 60 مسكين. يا وي نحو القوانين ونقعدوا نوكلوا في المساكين ولا ما فهمتش؟ يعني انا طفل صغير وانت يعني كملت مع الوالد الكريم ورحت صمت 60 يوم ولا الله يجعلك ما تصوم عام، واش استفدت انايا؟ هذاك حقك مع ربي، لكن الدوله عندها حقها وانا كانسان عندي حقي انا كمواطن. سيد رئيس الجمهوريه وعد طبعا على ان سلامه المواطن الجزائري وامان المواطن الجزائري من اولوياته، فهذا القانون لازم يمر. اكيد في الاول يكون كاين كبش فداء كيما عقليه المضاربه شفتوا واش داروا فينا الناس. لو كان ما درناش قانون اللي كان صارم، والله العلي العظيم لو كان حد الان عندك الندره يلعبوا بك بالاسعار، يروحوا يخزنوا المواد الاستهلاكيه والى اخره. روح شوف ذوك الناس يحسبوا مليون حساب، ما ناس ملاح ماوش ناس ملاح، مضارب ماوش مضارب، يحسبوا مليون حساب. لان هذا هو قوانين دائما. والدول المتطوره راه المواطن يخاف من القانون اكثر من اللي يخاف من الدوله. المواطن بارتو القانون يضرب في الجيب ولا يدك الحبس، هذه هي قاعده تمشي فوق على الجميع. لكن باش حنا هذا عباره على مشروع مازال ما عرفناش واش راح يكون في الاخير، نخرجوا باضراب نحاولوا على اننا نضخموا الامر، وفي نفس الوقت تجي ايادي اخرى تتحدث حول. انا لقيت مصراوي يتحدثوا على الامر، مراركا يتحدثوا على الامر، قنوات مروكيه يتحدثوا على الامر، قنوات في فرنسا يتحدثوا على الامر. فرنسا تخلي مشاكلها وتتحدث عن الاضراب في الجزائر لعشرات السائقين. لا خوتي، لازم شويه تهدئه، لازم على اننا نكون واعيين، وهذه قوانين تمشي على كاع الناس. اما في اطار البروسيات قبل ما تتحدث روح شوف الناس، شوف الدول كيفاش تعامل. ما كان حتى بروسي رخيص، بروس تالي يدير لك 20% من الصالير، هذا اخر بروسي. وما اذا كان في المتوسط راح يدير لك نص الصالير، وهذا الشيء عادي وطبيعي. ماشي محتاجين اموالك، ما عندهم ما يديروا بالاموال تاعك، لكن يخبطوك في الجيب باش المره الجايه تحسب مليون حساب. احنا عندنا مشكل في الانانيه. يقدر هذا الفيديو يشوفها واحد شوفير ولا عفسه يتنارفا، لا لانه هو رحب. يعني اليوم نتحدثوا على الشاحنات يخرج لك واحد يقول لك لا، غدوه نتحدثوا على اساتذه يخرج لك واحد. جماعه راكم حاسبين القانون الجزائري كاع خلصنا معاه وما قلناش لاننا على بالنا باللي المصلحه العامه هي كلش، هي اللي فيها الخير. تحياتي لكم ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.